كتير بنحس بالندم لما نكدب على أهلنا، نغش في الامتحانات أو نجرح حد بكلامنا وإحنا مش حاسين. أنت ممكن تكون بتسامح اللي حواليك بسهولة، بس بتكون قاسي جدا مع نفسك ومش سهل إنك تسامحها. فلو بتعاني من المشكلة دي تبقى محتاج تتعلم إزاي تسامح نفسك، وأول خطوة تعملها إنك تحدد المواقف اللي أنت محتاج تسامح نفسك عليها، وتكون واعي لمشاعرك وأفكارك، واحذر من التفكير المثالي وانت بتقيم الموقف، لأن ده هيزود شعورك بالذنب. ما تعممش، افتكر ان مشاعر الذنب اللي انت حاسس بيها متعلقة بالموقف المحدد اللي حصل، مش بشخصك انت. اتحمل المسؤولية على الرغم من صعوبة مواجهة الموقف اللي حصل وتحمل عواقبه، إلا إنها في الآخر هي مسؤوليتك أنت. وآخر حاجة محتاج تعملها إنك تفهم ليه اتصرفت كده، وليه حسيت بالذنب بعدها، وإيه اللي ممكن تعمله عشان ما تتصرفش بالطريقة دي مرة تانية في المستقبل.